يعني الظروف كما كنقولوا خارجه عن الاراده ديالو. مع التمنيه خصو شي اجتماع مهم، ولكن قال لك انا غنحضر معكم احتراما لهذا المهرجان واحتراما لكم. فكنتمنوا من على قضيه البرنامج مازال مستمر. اليوم غير الافتتاح اللي كان فيه تكريمات وفقرات غنائيه. البرنامج مازال مستمر طيله الاسبوع، غيكونوا فيه عروض مسرحيه، عروض في الحلقه، ماستر كلاس، توقيع الكتاب، ندوات حول الصحراء المغربيه اللي فيها اساتذه بحال الاستاذ الدكتور السي عبد الرحيم مناصديمي والاستاذ سعيد الحمراوي اللي غيكون حاضر معنا في هذه الندوات. غيكون توقيع الكتاب ديال السي بسام النفالي. فاللي غنقولوا غنعاودوا شكرا لكم كاملين، والله يكبر بكم، نتمنوا نكونوا في السلطه ديالكم. موعدنا يلاه بدينا حنا اليوم، موعدنا مازال مستمر. وما تنساوش تكون واحد التغطيه خاصه بالمعرض، لان المعرض يعني نقطه مهمه في هذا المهرجان، وغتكون اهم نقطه اساسيه في المهرجان هو تحقق الدم. يعني اي واحد كنقول يجي باش يعطي الدم ديالك، لان حنا ماشي حنا المغرب محتاج هذه الخطوه الانسانيه. وشكرا جزيلا. الافتتاح ديال المهرجان الكبير للمدينه اللي فيه عديد ديال الجمعيات ديال الشاويه والجمعيه ديال لاكوميدي. حاولوا ما امكن هذه السنه هذه يجمعوا واحد النشاط واحد باش يكون نشاط كبير، نشاط مختلف في كل شيء، ما هو ثقافي، ما هو فني، ما هو رياضي، ما هو جامعي. فانا ضمن هذه الفقرات ديال النشاط عندي التوقيع ديال الكتاب ديال التشجيع الرياضي اللي انا كنعتبره هديه للمغاربه، من اجل بطبيعه الحال باش يكون عندنا واحد جمهور نقي، جمهور كيعرف كيفاش يشجع، جمهور كيعرف كيفاش يسوق كل ما يميز هذا البلد. وبالحق كتعرفوا على انه الالاف والالاف اللي غادي تجي مثلا لاقليم السليمان في الملعب الكبير اللي غادي يكون عندنا. فكتعرفوا على انه الا جا الجمهور غادي يجي واحد باش يتفرج واحد 4 سوايع ولا هذا في الماتش، ولكن يبقى يتسنى 3 سوايع ولا 3 ايام ولا 4 ايام باش يتفرج في ماتش اخر. وبالتالي غادي يخرج وغادي يشوف المنطقه وغيدور. هذا كنكونوا في مستوى التكوين. وبالتالي هذا ما نسعى اليه. والمهرجان ديال هذه السنه هذه كنتمنى على انه ياخذ المسار ديالو الكبير، لانه حين تتكتل فعاليات فما يمكن يكون المنتوج الا منتوج ايجابي. شكرا. السلام عليكم. معكم محمد الافتتاح المصري الرئيس المصري قناه سليمان. كان لنا الشرف ان نحضروا الافتتاح ديال المهرجان لسليمان، ولأول مرة بشراكة جمعية لاكوميدي للفنان الشرقي السعودي خويا الروح لمجموعة بنات مصر والأستاذ كمال الشمسي. الحمد لله احنا كنا محظوظين أننا تواجدنا اليوم حفل الافتتاح، وهذا شرف للمدينة وشرف لإقليم سليمان ووليدات من سليمان كاملين. اللهم لك الحمد أننا مشي تولد عندنا واحد المولود جديد اللي هو مهرجان بشراكه مع المجلس الجماعي والمجلس الاقليمي وعماله اقليم سليمان. نحن سعداء بالتواجد ديالنا في كاع الدوره ديال المهرجان. الحمد لله. الجديد ان شاء الله بقى لي هو اللي يخرج ان شاء الله. عندنا 2 اغاني صارت بعنوان المدونه وبعنوان ترواح ان شاء الله، رحمه حكايه الشيخ وليم. قريبا ان شاء الله غادي نخرج، ما بقاش بزاف. بالنسبه لنتوما كعبيدة طربه، واش كتخدموا الفن تحافظوا على الفن ديال عبيدة طربه؟ كتخدموا جورال لا، حنا مجموعه تراثيه ورثناها ابا عن جد من الشيوخ ديالنا، الشيوخ الكبار منهم بويشير والشيخ الشهاب الشرقي حنيف قمور الحاج بوعزاق الله يرحمه. يعني هذا ورثناه مع الشيوخ ديالنا وباقي مواكبين والحمد لله. ماشي. هذا المنبر هذا كنشكر سيدة الملاحظ والاخبار 7 هنا في الاستضافه الطيبه. صراحه كنقول لك بالسيمان المدينه كنحبها انا بعدا من صغري، لان انا كفنان كنت فيها مع الفنان القدام اللي مات الله يرحمه واللي باقي حي الله يجعل ربي يعطيه الحياه. انا من هذا المنبر هذا كنبغي نشكر الفنان الكوميدي والفنان صراحه اللي عطي واحد اللقب انايا وهو مرضي الوالدين.
الشرقي السروتي الفنان بمعنى الكلمه، عزيز عليه بلادو، عزيز عليه الملك ديالو، عزيز عليه الوطن ديالو، وانا جيت فرحان بالمشاركه ديال سيدنا بالمناسبه عيد العرش بمناسبه الخمسين. تحياتي لكم وكنشكركم. شكرا. الله. السلام على المقام العالي بالله. مولاي صاحب الجلالة، نصركم الله وأيدكم وأدام عزكم وخلد في الصالحات ذكركم. يتشرف خادم الأعتاب الشريفة رئيس مؤسسة ولاد الشاوية بن سليمان ورئيس جمعية لاكوميدي أصالة عن نفسيهما ونيابة عن كافة أعضاء ومنخرطي الجمعيتين بأن يرفع إلى السد العالية بالله أصدق آيات الولاء والإخلاص، معربين لجلالتكم عن تأكيدنا لأواصر البيعة وتشبتنا الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد الضامن لوحدة البلاد واستقرارها. مولاي صاحب الجلالة، إن كل منتسب الجمعيتين لا يغتنمون فرصة عيد العرش المجيد ليعبروا لجلالتكم عن صادق الامتنان لروح مبادراتكم النيرة والاهتمام المتزايد لجلالتكم في بناء صرح الأمة المغربية عبر الأوراش الكبرى التي تسهرون عليها جلالتكم، والتي من خلالها يعيش المغرب على عهدكم الظاهر تحولا لافتا وتقدما كبيرا. مولاي صاحب الجلالة، إننا يا مولاي نعتبر أنفسنا جنودا مجندين وراء جلالتكم الشريف للدفاع عن الغالي والنفيس وعن مقدساتنا الوطنية، مؤكدين وفاءنا وإخلاصنا لشخصكم الكريم سيرا على نهج آبائنا وأجدادنا. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي ومحققا لآماله وبانيا لصرح أمجاده ونهضته، وأدام نصركم وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وبارك في عمر الأميرة المحبوبة لنا خديجة، وشد أزوركم بشقيقكم السعيد سمو الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. حرر ببن سليمان يومه الاثنين 18 محرم 1447 هجرية الموافق ل 14 يوليوز 2025. خدام الأعتاب الشريفة الأستاذ كمال شمسي رئيس مؤسسة ولاد الشاوية، الفنان الشرقي الساروتي رئيس جمعية لاكوميدي للفن والثقافة.